كان يا مكان يا سادة يا كرام ما يحلى الكلام إلا بذكر النبي عليه الصلاة والسلام. حكايتنا النهاردة حكاية من أجمل الحكايات، حكاية الحارس الصغير. كان بيعيش في المزرعة خروف وبقرة وبطة وفرخة، وكان بيحرسهم كلب كبير. كان بياخد من البقرة اللبن، ومن الخروف الصوف، والفرخة البيض، والبطة تديه الريش. وفي يوم من الأيام جه صاحب المزرعة ومعاه كلب صغير، ونادى على طيور وحيوانات المزرعة وقال لهم: أنا جبت لكم ضيف جديد. بص الجميع لقوا معاه كلب صغير صوته ضعيف. قال الكلب الكبير: وده بقى هينام فين وهياكل ايه؟ قال صاحب المزرعة: الكلب الصغير زيك بالظبط، والصغير بكرة يكبر. جمع الكلب الحيوانات والطيور وقعدوا يضحكوا على الكلب الصغير ويسخروا منه ويقولوا له: لو كنت كلب بحق سمعنا صوتك. نبح الكلب، لكن صوته كان ضعيف جدا لأنه لسه صغير. ضحك عليه وقالوا له: دي صوصوة زي صوت الكتاكيت. راح الكلب الصغير يشرب اللبن، لكن الكلب الكبير منعه وراح ينام. فمنعه برضو الكلب الكبير وقال له: روح ونام برا المزرعة لحد ما تكبر وتنبح زي الكلاب الكبار. راح الكلب الصغير وهو جعان علشان ينام برا المزرعة، لكن هينام ازاي في البرد ده؟ وأخيرا لقى برميل فدخل فيه، لكن قبل ما ينام الكلب الصغير سمع الديب بيقرب من المزرعة ويقول للثعلب: يلا ندخل المزرعة دلوقتي، انت تاكل البطة والفرخة وانا اكل البقرة والخروف. سمع الكلب الصغير وما سمعش الكلب الكبير لانه كان قافل عليه الباب ونام. قال الكلب الصغير: اعمل ايه دلوقتي؟ يا ترى اسكت بعد ما طردوني؟ لا، انا مش هسكت ولازم اعمل اي حاجة، ومش هقابل الإساءة بالإساءة. قعد الكلب الصغير ينبح وينبح وصوته يعلى ويعلى، لأن هدوء الليل بينشر الصوت الضعيف، والبرميل بيساعد على تكبير الصوت. صحت الحيوانات والطيور من نومها وشافوا الديب والثعلب وهم بيهربوا، فعرفوا إن الكلب الكبير خذلهم والكلب الصغير هو اللي أنقذهم. فشكروه وعطوه اللبن والصوف وقالوا له: صغير أو كبير المهم تفيد الآخرين، وليس منا من لم يرحم صغيرنا. يلا بينا نحكي حكاية تانية، حكاية الثعلب والجرة. في يوم من الأيام سرق ثعلب جرة حليب من مزرعة وشالها ومشي في الغابة. تعب الثعلب فعلق الجرة على غصن الشجرة وقعد يستريح تحتها ويفكر هيعمل ايه بالحليب. وقعد الثعلب يفكر في نفسه ويقول: انا هعمل من الحليب ده جبن وابيعه واشتري بتمنه عنزة وابيعها، وابيع حليبها واشتري عنزة تانية لحد ما يبقى عندي مزرعة كبيرة. تابع الثعلب احلامه وهو بيقول: ولو حاول اللصوص الدخول لمزرعتي واللي هيدخل هضربه بغصن الشجرة. رفع ايده بالغصن في الهوا فانكسرت الجرة ووقع الحليب فوق راسه. صحى الثعلب من احلام اليقظة على كسرة الجرة وكب الحليب. وبكده حكايتنا النهاردة تكون خلصت. يا رب أكون أسعدتكم. مع السلامة في يوم جديد وحكايات جديدة من أجمل الحكايات.